كل ما تعملي صينية حلويات بتبوظ منك وبتكوني مش عارفة ايه السبب، وبتكوني مظبطاها والدنيا معاكي تمام، وكل اللي بيدوقها من تحت ايدك يقولك ايه اللي انت عاملاه دوت، وبتكوني مش عارفة ايه السر. السر ان انت بتظبطيش السيرب بتاعك او الشربات بتاعك، لان سر نجاح اي صينية حلويات انت بتعمليها السر في الشربات بتاعك. الشربات مش مجرد سكر ومية وخلاص، لا، ده الشربات عايز كده شوية تريكات علشان يوديلك الصينية بتاعتك في حتة تانية خالص، وكل اللي يدوقها من تحت ايدك يشكرك عليها ويقولك ايه الحلاوة اللي انت عاملاها دي، وتحسي كده ان انت يعني شيف كده في محل حلويات وواثقة من نفسك. عشان تثقي في نفسك وتعملي احلى حلويات وتبهري كل اللي حواليكي بيها، لازم تظبطي الشربات. الشربات مش مجرد مية وسكر وخلاص، لا، ده الشربات لازم يكون بتركات وحركات مظبوطة 100% عشان يديكي نتيجة ولا أروع. زي ما انتم شايفين كده، أول حاجة نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونخش على طول في الحلقة بتاعتنا. حلة فاضية وفيها كيلو من السكر. احنا هنتكلم في كيلو من السكر. كيلو من السكر عليه كوبايتين من المية، ونقلبهم، لا لا لا، ولا نيجي ناحيتهم خالص، ونسيب الحلة بتاعتنا تغلي بالسكر من غير أي تدخلات. هي مش عايزاكي تتدخلي في المرحلة دي خالص، سيبيها تغلي مع نفسيها كده وملكيش دعوة بيها. ده سر بقى نجاح الشربات بتاعك او السيرب بتاعك او العسل الابيض اللي احنا بنسقي بيه الحلويات حسب ما انتوا بتقولوا. اول ما غلي معانا زي ما انتوا شايفين كده، هنهدي النار نخليها وسط، وبعد كده هنعصر عصرة ليمونة. برضو مش هنتدخل فيه، احنا سايبينه يتعايش مع نفسه على النار. امشي معايا في الخطوات ديت وان شاء الله هتطلع من تحت ايدك احلى شربات تزقي بيه احلى حلويات. هنا زي ما انتوا شايفين، اول ما غلي معانا هديت عليه النار، خليتها نار وسط، ونزلت بليمونية كاملة. لو هتعملي نص الكمية دي هتعملي نص ليمونة. يعني مثلا لو انت هتعملي نص كيلو سكر، نص كيلو سكر هتحطي عليه كوباية مية. وعشان تظبطي الشربات بتاعك لازم تعملي المقادير مظبوطة. الشربات التقيل لازم يكون مظبوط 100%، لان معظم الحلويات بتاعتنا بتعوز شربات تقيل، ما بتعوزش شربات خفيف. الشربات الخفيف بيكون للبسبوسة، انما معظم الحلويات بتاعتنا بتكون عايزة شربات تقيل تقيل يعني. فاهمين؟ عشان تظبطي معاكي الحلويات لازم تعرفي ان الشربات لازم يكون مقاديره مظبوطة. خلاص، احنا هنا الشربات بتاعنا بعد ما عصرنا الليمونة كان خلاص استوى بعد ربع ساعة. بعد ربع ساعة بالظبط طفي عليه النار، وبعد كده نزلي بأي نكهة انت بتفضليها. انا بحب احط على الشربات فانيليا. في ناس بتحط قرفة، في ناس بتحط مية ورد، في ناس بتحط فانيليا، انا بحط فانيليا. انت بقى تضيفي اللي انت عايزاه. في ناس بتحط برضو بشر برتقال، زي ما انت حابة حطي. انا هنا حطيت شوية من الفانيليا، وبعد كده خلاص قلبت الفانيليا. في الحالة دي بقى امسك المعلقة واقلب براحتي علشان اختبر الشربات بتاعي. الشربات هنا كان لسه سخن، رغم ان هو سخن، رغم ان هو تقيل. شايفين ما شاء الله بتحرك في المعلقة تقيل كده، انت تحسيه اصلا، انت هتحسيه. عشان تختبري الشربات بتاعك روحي جايب المعلقه كده وسيبيها تبرد شويه، هتلاقيه تقيل وبقى مظبوط معاكي زي الفل. هنا كان هدي شويه، شايفين ما شاء الله عامل ازاي قوامه ممتاز ممتاز ممتاز. كان هدي شويه. لما هدي شويه بقى هحط شرايح ليمون، لان الشربات ده انا مش هعمل بيه حلويات دلوقتي، انا هحتفظ بيه في التلاجة، وقت ما اجي اعوزه هلاقيه تحت ايدي. يعني بصي، اعملي الكميه وحطها في التلاجة، وقت ما تعوزيه كل ما تسيبيه اصلا يبرد كل ما يتقل معاكي ويديكي نتيجه كويسه جدا جدا جدا. هتعبيه بقى في برطمانات ازاز، يعني ما فيش ازاز فعلبه من عندك بس يكون برد تماما، علشان يعني ما ينفعش نحط حاجه سخنه في العلب البلاستيك. هنا كان هدي معايا شويه، حطيت كده ليمونيه نصها هنا ونصها هنا، وهسيبه لحد بقى ما اعوزه اطلعه من التلاجة ويكون تحت ايدي ويسهل عليا الحاجه لما اجي انا اعوزها. زي ما انت شايفه، زي ما انتم شايفين كده، شايفين ما شاء الله تقيل ازاي. ده بقى عسل ابيض، ده لو حطيناه كده في المحل هيتباع عسل ابيض، لانه قوامه ما شاء الله كويس جدا جدا، مظبوط 100%. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وهتطلعي احلى
احلى حلويات من تحت ايدك. ما انت علشان تعملي صينيه حلويات متكلفه لازم تظبطي لها الشربات. ما هو مش معقول نكلف وبعد كده نحط الشربات يكون مش مظبوط ويبوظ لنا الدنيا. اصل سر نجاح اي صينيه حلويات معاكي هو الشربات مظبوط، يبقى خلاص هتاخدي ان شاء الله احلى حلويات من تحت ايدك. كنت هنا عايزه اقول لكم ان انا عملت قطايف باللي شويه الصغيرين دول. عملت نص كيلو قطايف، اخد معايا اللي شويه الصغيرين دي دولت علشان الشربات بتاعي مظبوط. فاول ما حطيت القطايف شربت الشربات وما اخدتش معايا كميه كتيره. فاهمين؟ هنا بقى كنت بفضلكم الشربات بعد ما برد. بصوا قوامه، شايفين ما شاء الله قوامه عامل ازاي؟ قوامه ممتاز. لا هو جابس قوي ان هو ما يمشيش في الصينيه اللي انت عاملاها، ولا هو سايل ان هو يعجلك الدنيا. لا، حاجه مظبوطه 100%. جربوه على طريقتي وان شاء الله يعني بصوا بعد كده هتطلعوا احلى صينيه حلويات من تحت ايدك. الشربات التقيل بقى للكنافه، للجلاش، للقطايف، لاي حاجه حلوه ما عدا البسبوسه بتحب الشربات بيكون خفيف ويكون بيغلي. شربات خفيف يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو هتحطي كوبايتين سكر هتحطي عليهم هتحطي عليه كوبايه السكر ليها كوبايتين ميه. ده الشربات الخفيف. هتحطي كوبايه سكر عليهم كوبايه ميه، العكس عكس الشربات التقيل. فاهمين؟ احنا خلينا في الشربات التقيل الاول. لو حد عايز الشربات بتاع البسبوسه يقول لي وانا اعمله له عشان مش يتوه مني يعني. الشربات التقيل لكل كوبايتين سكر عليهم كوبايه واحده ميه. كوبايه واحده ميه، يعني كيلو السكر ليه كوبايتين ميه. طبعا كلنا عارفين ان الكيلو السكر بيجي 4 كوبايات من السكر، هنحط عليهم كوبايتين ميه بس. تمام كده؟ شايفين ما شاء الله القوام تحفه تحفه تحفه. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، والى اللقاء في الحلقه القادمه. كانت معكم يوسف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.